اهلا بكم في حلقه جديده، وحلقه النهارده معانا الساحر العالمي دينامو. ويلا بينا نبتدي. خلينا نبتدي باول خدعه معانا النهارده، وهي خدعه اشتعال النار. في البدايه الساحر جاب شويه ورق وحطهم على بعض، فجاه اكتشفنا ان الورق ده اتحول لكتله نار. في الحقيقه انا كنت شرحت الخدعه دي قبل كده، بس خلونا نشرحها بشكل اوضح، ويلا بينا نشوف الشرح. اللي محتاجينه في الخدعه دي حاجتين: اول حاجه جليسرين، تاني حاجه برمجانات البوتاسيوم. المادتين دول لما بيتحطوا على بعض بيتفاعلوا وبيعملوا اشتعال، زيهم زي مواد كتير جدا في المواد الكيماوية. فكل اللي عمله الساحر انه كان مجهز المادتين دول جوه الجرايد اللي كانت معاه، ولما حطوهم على بعض المادتين تفاعلوا وعملوا اشتعال. وتاني خدعة معانا النهاردة هي خدعة تحويل الماء لثلج. بالظبط كده، السحر بمنتهى البساطة أول ما حط ايده على المية اتحولت لتلج. الخدعة دي رغم انها قوية جدا الا ان تفسيرها بسيط جدا. في البداية كل اللي محتاجينه تلج اساسا، يعني الموضوع من البداية كان الحوض مليان تلج، والتلج اللي كان قصادنا ده كان موجود فعلا من البداية، بس لما حطينا فوقيه شوية مية صغيرين هنتخيل فعلا ان كل اللي موجود ده مية، مش هنتخيل ان موجود تحتيه تلج اساسا. حتى المية اللي كانت نازلة من فوق كان فيه تحتها تلج. حتى لو لاحظنا فرق الحجم ما بين المية الأساسية اللي كانت موجودة معانا وما بين التلج أساسا اللي السحر المفروض حوله، فهنلاحظ فرق كبير. فلو لاحظنا في الصورة دي هنلاحظ ان المية كانت مغطية التلج اللي كان عندنا، يعني بمنتهى البساطة التلج ده كان موجود من البداية واحنا حطينا فوقيه المية علشان بس نتخيل ان كل اللي موجود ده مية. واول ما الساحر يحط ايديه على المية هنبتدي نسحب المية، فكده هنتخيل فعلا ان المية اتحولت لتلج، مع ان العكس صحيح. المية اللي كانت موجودة اساسا معانا من البداية احنا سحبناها، وهيظهر لنا بس التلج اللي كان موجود اساسا معانا. حتى المية اللي كانت نازلة من فوق، المية اللي كانت نازلة من فوق منعنا انها تنزل، فبكده هيظهر معانا التلج اللي هو اساسا كان جاهز من البداية. خلونا بقى نروح لثالث خدعة معانا النهاردة، وهي خدعة الكورة. كان في مجموعة من الناس بتلعب كورة والساحر ابتدى يلعب معاهم، فجأة اكتشفنا ان الساحر بيطير الكورة. بالظبط كده، بيطير الكورة بمنتهى السهولة اللي في الدنيا. خلونا اوضح لكم الفكرة. الناس دي اساسا مع الساحر، بالظبط كده متفقين معاه، بس حتى لو كانوا متفقين معاه ازاي الساحر يقدر يطير الكورة بالحجم ده وبمنتهى السهولة دي؟ خلونا اوضح لكم حاجة. الكورة اللي استخدمها الساحر دي مختلفة تماما عن الكورة اللي كان بيلعب بيها الشخص ده. الكورة اللي استخدمها الساحر دي كورة خفيفة جدا، بتستخدم اساسا للالعاب دي. فكل اللي عمله الساحر ان هو اساسا كان مجهز الكورة دي من البداية معاه، وكانت مربوطة بخيط شفاف. الخيط الشفاف ده صعب جدا ان انت تشوفه. الخيط ده مربوط بايد الساحر من هنا وبايد الساحر من هنا، وبكده لما الساحر يرفع ايديه هتترفع الكوره بالتالي معاه، لان الكوره فعلا وزنها خفيف جدا وسهل جدا على الخيط ده انه يرفع الكوره. وخلوني اثبت لكم كلامي ده. في اللحظه اللي ضرب فيها الشخص ده الكوره للساحر بتاعنا كان في شخص ورا الساحر. الشخص ورا الساحر ده هو اللي اخذ الكوره اللي ضربها اساسا الشخص الاولاني. وخلونا نلاحظ ان فعلا الشخص اللي كان ورا الكاميرا كان معاه كوره، وفعلا طلع يجري بيها ورا الكاميرا. Run. وده يمكن خطأ هو اللي كان السبب في ان الخدعة دي تتكشف بمنتهى السهولة. وخلونا بقى نروح لتالت خدعة معانا النهاردة. وتالت خدعة معانا النهاردة وهي خدعة بالكوتشينة. في البداية الساحر طلب من اول شخص ان هو يسحب اي كارت عشوائي. Take a look at the card. Show the camera. وبعدين فضت الكوتشينة وطلب من تاني شخص كمان انه يسحب اي كارت عشوائي، بس المرة دي هيوري الكارت بتاعه للكاميرا من غير ما الساحر يشوف. وبعدين حطينا الكارت في وسط الكوتشينة وطلبنا من تالت شخص ان هو ياخد الكوتشينة ويحطها وسط ايده. وبمجرد ما الساحر سحب كارت واحد بس من الكوتشينة اكتشفنا ان فعلا الكارت ده هو الكارت اللي سحبه اول شخص. ومش بس كده، ده كمان بقية الكوتشينة اتحولت كلها لكوتشينة شفافة، ما عدا كارت واحد بس هو الكارت اللي اختاره تاني شخص معانا النهاردة. Right there. In the middle. وخلونا بقى نروح ونشوف الخدعة دي بتتعمل ازاي. احنا مجهزين هنا من البداية اول ورقة واللي هي السبعة. هنطلب من الشخص انه هو يقول ستوب في اي مكان. اي مكان كان هيقول في ستوب هنسحب كل الورق ما عدا اول ورقة اللي احنا اساسا مجهزينها، وبكده هنقول له خد الورقة اللي انت قلت عليها ستوب. ما عندي الورقة اللي احنا اجبرنا ان هو يختارها. طب نشوفها تاني مع بعض. كده اول ورقة معانا هي السبعة.
هنطلب منه ان هو يقول ستوب في اي مكان، اي مكان هيقول فيه ستوب. هناخد كل الورق ما عدا اول ورقة معانا، وبكده هنديله الورقة اللي هو قال عليها ستوب، مع ان في الحقيقة دي الورقة اللي كانت معانا اول واحدة واحنا اجبرناه ان هو يختارها. طيب مرة تاني بسرعة، هيقول ستوب، هناخد كل الورق ما عدا اخر ورقة، وبكده اول ورقة معانا هي اللي هنديها له. ندخل بقى على تاني جزئية. تاني جزء معانا النهاردة، بدل ما الورقة دي تتحط في وسط الكوتشينة وبقية الورق يتحط فوقيها، لا الساحر عمل حركة غير كده خالص. الساحر اخد الجزء اللي كان معانا ده اللي المفروض اساسا هو يبقى فوق الكوتشينة، خلاه من ورا خالص كده. كده الورقة بتاعتنا لسه اول واحدة. طيب مرة تاني، ده الجزء اللي احنا المفروض نحطه فوق كده، ده رقم 7 اهي. بدل ما نرجعها في وسط الكوتشينة كده، لا الساحر اخد الجزء ده وحطه ورا كده. كده ال7 بتاعتنا لسه فوق. وبعدين الساحر ابتدى يفنط تفنيطة عشوائية، يعني ماسك الكوتشينة كده، سحب اول ورقة كده، كده اول ورقة معانا اللي هي رقم 7 بقيت من تحت خالص، وابتدى يفنط كده، كده رقم 7 من تحت خالص. طيب مرة كمان، رقم 7 كانت فوق، الساحر اخد اول ورقة بس كده 7، وابتدى يفنط فيها كده، كده رقم 7 معانا. وبعد ما الساحر اتأكد فعلا ان هي سحبت رقم 7، ابتدى يقلب تقليب عشوائي علشان الورقة تضيع في النص. كده الورقة بتاعتنا في وسط الكوتشين. وبعدين طلب من تاني شخص ان هو يسحب اي ورقة عشوائي، والساحر استغل الوقت اللي الشخص التاني بيوري الورقة اللي هو اختارها للكاميرا، وبدل الكوتشينة الحقيقية اللي معاه لكوتشينة شفافة. كده كل الكوتشينة اللي في ايدين الساحر اساسا شفافة ما عدا كارت واحد بس، واللي هو كارت ال7، ومعانا ورقة واحدة بس في النص واللي هي اختارها تاني شخص. وبكده لما نطلب من الشخص اللي قصادنا ان هو يحط الكوتشينة بين ايديه، هنسحب اول ورقة معانا النهاردة، هتطلع الورقة اللي احنا اجبرنا الشخص الاولاني ان هو يختارها. بس لما نقلب في الكوتشينة هنلاقي الكوتشينة كلها اتحولت لشفافة، ودي الورقة بس الوحيدة اللي معانا هي الورقة اللي تاني شخص اختارها. وقبل ما انهي الحلقه ما تنساش تنزل تحت وتكتب كومنت لطيف علشان اجمل كومنت يظهر معانا الحلقه اللي جايه. ودي كانت حلقتنا النهارده، ما تنساش تعملنا لايك وشير وتشترك في القناه، تشاركونا في التعليقات بالخدعه اللي انتوا عايزين تعرفوها بتتعمل ازاي، لينك صفحه الفيسبوك تحت وكمان لينك الانستجرام. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، سلام.